انا خلاص ما عادليش عيشة في المكان ده. انا هلقاها من ابو الولاد ولا الولاد ولا الطيور ولا المواشي ولا الارض. انا خلاص يا تشوفوا لي حل، يا اما هاخد طيوري وهج من المكان كله. حبايب قلبي الحلوين، ما تنسوش الصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد. ويلا بينا نقول يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية على أحلى وأجمل ست عربية. يسعد صباحكم يا نور العين. بتعملي ايه النهارده يا ستي يا ام يوسف؟ خلاص يا اخواتي بقى، ما عادش وقت، لازم اطلع لطيوري. طلعت كده النهار، لازم نشوف الطيور. طلعت للطيور الحلوين، حطت لهم الاكل، وكنت جايبه ضيوف جداد نرحب بيهم. كتاكيت صغيره برضو حطت لهم، اللهم صل على النبي وجمال، وبرضو حطت لهم اكل وشفتهم وطمنت عليهم. ما تنسوش يا حبايب قلبي كلمه طيبه لاختكم ام يوسف، ولو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناه يا حبيبه قلبي، وتعرفينا بنفسك. اكل والشرب للطيور في العمر اللي هو من عمر يوم لعمر اسبوعين الدفا. فحطت لهم علفة زي ما انتوا عارفين، وحطت لهم مية، واكلت برضو الطيور الكبيرة، ونزلت بقى فتحت كده الشبابيك بتاعة البيت، وبدأت ان انا اشوف الغسالة وقفت لحد فين. حبيبة قلبي لو انت لسه اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبي لنا كده كلمة طيبة تجبر الخاطر، ربنا يجبر بخاطركم اجمعين. هو ده المقطع ده يا اخواتي من اول ما من قبل ما اطلع على السطوح، من وانا لسه بفرز الهدوم كده قبل ما اجي اغسلها، وبقلب الهدوم لان هدوم اطفال وزي ما انتوا عارفين بيبهدلوها، فلازم اقلب الهدوم واحط كده الابيض لوحده والغامق لوحده، وكل الحاجه مخصصه في مكان عشان لما اجي اغسل على طول ما اقعدش بقى افرز الهدوم، لسه فرزاهم قبل ما ابتدي غسيل. هنا زي ما انتوا عارفين ان انا بشطف في الطبق ده، ما بحبش بصراحه تشطيف النشافه، بحس ان هو بيشنق الهدوم، يعني ما بتكونش متشطفه حلو. مشغله الخرطوم كده على الميه، وباخد من الطبق على طول احط في العصاره، ومره او مرتين غسيل ببدل الميه دي ارميها واملى ميه جديده للتشطيف. ما بطلعش الهدوم اللي في الغساله كلها مره واحده عشان ما تبقاش متشطفه كويس، لا، بطلعها على مرحلتين. هنا بقى اول حاجه بغسلها بعد الابيض، مثلا بجايم فاتحه للبنت للولاد عموما، او دفايات السراير بتكون لونها فاتح برضه، فما بحبش ان انا احطها ورا هدوم الاطفال وكده. ببتدي ان انا اطلع من العصاره، وزي ما انتوا شايفين غيرت الميه اللي كانت في الطبق، احط ميه جديده واشطف دول بقى واحطهم. ولو حسيت برضو ان اللي انا حطيتهم في النشافه ما شطفوش حلو، برجع احط الخرطوم يشطفهم شويه كمان، وهكذا. ربنا بقى يبارك ويخلي، قعدت ساعه قعدت ساعتين ببقى في نفس النظام الغسيل ده. والله المعين يا رب. بقول زي ما قلت لكم ان انا بطلع جزء بجزء من الغساله علشان ما يتشطفوا كويس، وبرمي الميه دي واحط ميه جديده للدور اللي بعده. والله المعين يا رب. ربنا يعين كل واحد على حاله يا اخواتي يا رب العالمين. خلاص بقى هبتدي اطلع اللي في الغساله، وكده شوفنا ام يوسف بتغسل ازاي. الاوضه دي كانت عايزه تنفيضه كده حلوه، وتغيير فرشه وتطليع الفرشه بره. بسم الله ما شاء الله، الاوضه دي مريحه بشكل ودفى الحمد لله، لان عليها زي ما انتم شايفين الناموسيه دي، احنا في مصر بنسميها ناموسيه، مش عارفه بقى البلاد التانية بتسموها ايه. غطاكوا تقيل قوي يا ام يوسف ليه كده؟ الجو يا اخواتي في الارياف بالليل تلج، تلج بجد، ولا اكننا عايشين في اوروبا في فرنسا. قلت لا، انا لازم اشمس الفرشه دي النهارده على السطوح. الشمس ما شاء الله كانت جميله، فقلت خلاص انا هشمس الفرشه كده، اطلعها على السطوح في الشمس، تاخد شمس كده تنزل دفيانه، اللي يجي يتغطى يبقى دفيان. فتحت البلكونه كده، كان لسه معايا بطانيه، قلت هطلعها على السور هنا جنبي في البلكونه، يعني ايه، والشمس برضو بعد الظهر بتبقى موجوده في البلكونه. خلاص بقى هنغير فرشة السرير. انا بغير فرشة السرير تقريبا كل يومين 3، يعني مش لما احس ان هي اتبهدلت، لا، انا عامله نظام ان كل يومين 3 اغير الفرشه. والله المعين يا رب يا حبايب قلبي، يعيننا على حالنا. اتمنى منكم لو اي حد بيتفرج على فيديوهاتي، لو عندك نصايح، عندك كلمه عايزه تنصحيني بحاجه، حبيبه قلبي انا ما عنديش اي مشكله. واتمنى برضو لو انت بتشوفيني تتفرجي على الفيديو كله عشان ربنا يكرمنا كده من القناه. اتمنى دعمكم بكلمه طيبه، الله يطيب خاطركم اجمعين. هبتدي بقى كده، انا خلاص خلصت الفرشه، طلعت كل حاجه، هبتدي ان انا انفض الشباك تنفيضه حلوه، والبلكونه، مع العلم والله هم نضاف الحمد لله، انا ايدي فيهم على طول.
الدولاب ده انا كنت عاملاه لبنتي، طواقها هدوم الخروج وبعيد عن حاجتنا، فهي ايه بتبهدل فيه بصراحة. فكل كده فترة بمسك هدومها طبقها لها اللي فيه واللهم صل على النبي وجمال، وابتدي كده ارتبه ترتيب على السريع. الاوضه دي عايزه اعمل لها روتين قوي، بس ان شاء الله مش دلوقتي. صلوا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص كده بقى هبتدي ان انا انفض البلكونه. حابة برضو أشكر كل أخ وأخت انضموا ليا في القناة بيقولوا لي كلام طيب، متابعيني من زمان من أول ما فتحت القناة. أحب أشكركم واحد واحد، دامكم الله في حياتي نعمة يا رب، ما تحرمش منكم أبدا. بيكم معاكم إن شاء الله هنكبر. وبرضو اللي بيتابعني جديد أتمنى بس تدي للفيديو فرصة. بنات بجد موضوع حكاية إن الفيديو ما بيتفرجش عليه أكتر من دقيقة ده محبطاني قوي، لأن والله بحاول إن أنا على قد ما أقدر أشتغل في الفيديوهات وبعمل بما يرضي الله والله. فدعمكم كده بالله عليكم، خلينا نكبر بيكم ان شاء الله. عندي ثقة في ربنا وامل فيه كبير ان شاء الله اللي جاي احسن. بتعملي ايه هنا؟ خلاص بقى خلصت الأوضة وسبتها كده تتشمس. لقيت الراجل تحت البيت جايب لنا طبارة، أنا بصراحة كان نفسي أفسخها. فهو في أكتر اللي بيفسخوا سمك عشان تعرفوا، بس ما بيغسلوش، بيبتدوا إن هم بمناديل كده ويمسحوه خلاص. بس أنا برضو من الحلال ايد مسكته، ايد شريته حاجة لازم إن أنا أغسله غسلة كويسة. وبعد ما أغسله ببتدي ان انا انشفه زي ما انتوا شايفين كده من جوه بقه كده بالخناشين دي، ولا مش عارفه اسمها ايه، بالمناديل كويس قوي. وهسيبه برضو يتصفى بتاع ساعه قبل ما ابتدي ان انا افسخه. اهو شايفين انا بوقف راسه لتحت بحيث ان لو في اي ميه من بعد الغسيل تنزل في الوقفة دي. اي حد حاب يفسخ فسيخ او عايز يفسخ، والله ده احسن من بره مليون مرة. حاجة انت ضمناها طعم جميل. بغير المناديل كل سمكة وبمسحها مسحة حلوة بقى من اي حاجة فيها، واوقفها زي ما انتوا شايفين كده. اسيبها ساعة واقفة دي خلاص. بعد ما سيبته ساعة برضو بعيد عليه، اجيب بقى الملح الخشن يا بنات. احلى حاجة للفسيخ الملح اللي هو ملح البحر. بحط في بقها كده من الجنبين، وبفتح بحط في الخناشين دي وبفتح بقها واحط جواه. اتمنى اللي وصل معايا هنا يقول لي تم يا ام يوسف الفرجة على الفيديو، ويا رب يكبر بخاطركم ويسعدكم. وبنبتدي نحط واحدة عكس واحدة يا اخواتي، يعني واحدة عند ديلها وواحدة عند راسها عكس بعض. ولفي بقى، لفي بستريتش وبكياس، لفي واسبوعين وكلي منه بالهنا والعافية. احلى فسيخه تاكلي ان شاء الله لما يتحدق ويخلص. هوريهولكوا اهو، شايفين واحده عكس التانية. احط كده شويه ملح على الوش وابتدي بقى ان انا الفه لفه حلوه. اهم حاجه ما يدخلوش اي هوا. بسم الله ما شاء الله، دي مش اول مره افسخ فيها، وبصراحة بسم الله ما شاء الله جميل قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. بحبكم بالله، استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.